Hello, this is عمار عادل. في الفيديو احكي لك قصتي وازاي بدأت من واحد لسه بيصور فيديوز بالموبايل ان انا أأسس عمار أكاديمي. قصتي بدأت من 15 سنة لما قررت ان انا اعلم الناس انجلش وبدأت اصور فيديوهات، وكنت من اوائل الناس اللي بدأوا يصوروا فيديوز على السوشيال ميديا للانجلش. لما اتخرجت من كلية اللغات والترجمة الحمد لله كنت الاول على دفعتي في ال4 سنين، وعشان كده قررت ان انا اساعد الناس وابسط لهم الانجليش، وعملت قناتي على اليوتيوب. طبعا الموضوع الاول كان صعب وكان صوتي مش بيوصل لناس كتير، ولكن عشان كان عندي الحمد لله ايمان وشغف قدرت ان انا اتابع في القناه بتاعتي لحد ما قدرنا نكسر ال100,000 واخد الدرع بتاعي. خلال الفتره دي اشتغلت في مدارس انترناشونال، جامعات دوليه، وقدرت اساعد ناس كتيره ان هم يطوروا الانجليش بتاعهم. بعد كده تخصصت في تحضير الطلاب للامتحانات الدوليه زي امتحان السات والاي وامتحانات الدبلومه الامريكيه وامتحان الايلتس. وكان دايما رؤيتي في كل امتحان ان انا ادرسه كويس، امتحنه بنفسي، اعرف اهم الاستراتيجيز، واشوف ازاي قدرت احقق السكور العالي ده عشان اوصله للطلاب بتوعي. مع الوقت لما عدد طلابي كتروا وبقيت اضطر ارفض مواعيد بسبب ان انا ما عنديش وقت، قررت ان انا اسس عمار اكاديمي، وعرفت واتاكدت ان انا ما ينفعش اقوم بكل حاجه بنفسي، لازم يكون معايا تيم كامل بيشاركني نفس الباشن ونفس الحلم. وفعلا اسسنا عمار اكاديمي مع experienced teachers سواء في الانجليش او الماث، والحمد لله دلوقتي قدرنا نساعد اكتر من 10,000 طالب يحققوا حلمهم ويوصلوا للاهداف اللي هم عايزينها في حياتهم. ومن ضمن الانجازات اللي مبسوط بيها هو حصولي على شهاده السوتا، ودي شهاده من جامعه كامبريدج بتثبت ان انا انجلش تيتشر متخصص. والحمد لله قدرت احقق باند سكور 9 في امتحان الايلتس، وقدرت احقق بلس 750 في امتحان السات انجلش عشان اثبت للطلاب بتوعي ان الموضوع مش صعب ومحتاج بس مثابره ومحتاج سعي. وهي دي كل قصتي بدات بكاميرا وبايمان ان انا عايز ابسط اللغه والانجلش للناس. ودلوقتي بنشارككم هدفنا في عمار اكاديمي. هدفنا بكل بساطه prepare smarter achieve higher، حضر بذكاء وحقق سكور عالي. Welcome to عمار اكاديمي.